السينابون من الوصفات اللذيذة اللي كتير مننا بيحبها وبيخاف يعملها، خوفا ان هي تبوظ منه او يعني تكلفه زيادة عن اللزوم. ولكن النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير تكلفة زيادة، هيطلع معاكي هش ولذيذ جدا. عندي كوبايتين من الدقيق بما يعادل 250 جرام، وعندي معلقة من السكر، ومعلقة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. دي المكونات الجافة بتاعتي. هبدأ أقلبها كده، وأحط عليها كوباية واحدة من الحليب، وبيضاية بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة من الخل، وكمان شوية فانيليا علشان البيض. وهقلب كل المكونات دي مع بعضها، وأنا مش هحتاج أزود أي سوائل تانية. أنا شايفة المقدار بتاعي مظبوط، ولكن انت النوع الدقيق بتاعك ممكن يختلف عن الدقيق عندي، تحتاجي يا إما دقيق يا إما لبن. فانت تحتفظي بكل منهم على اساس ان انت لو احتجتي اي حاجه فيهم. دي العجينه بتاعتي فيها تلزيقه شويه، ولكن تبقى ناعمه وطريه زي ما انتم شايفين كده، والتلزيقه نتيجه ان البيض واللبن مع بعض. هغطيها واسيبها تخمر براحتها لمده ساعه، ساعه ونص، واحنا في الشتاء ممكن تحتاج اكتر من كده. اول ما تخمر معايا هفردها على شكل مستطيل علشان تسهل عليا الفها رول بعد كده. هنا بقى عندي قرفه، معلقتين قرفه ومعلقتين سكر، يعني قلبتهم مع بعض. وعندي هنا زبدة حوالي 3 معالق بدرجة حرارة المطبخ. فردت العجينة بتاعتي، وهبدأ إن أنا أوزع الزبدة على سطح العجينة كلها، بحيث إن أنا أملأ كل سطح العجين بالزبدة، وده اللي هيدي الطعم وهيدي الطراوة للعجينة بتاعتي. أوكي. وبعد كده يكون عندي القرفة، أبدأ إن أنا أرشها بمعلقة كده زي ما انتوا شايفين، أو بإيديا زي ما تحبوا، بس ما هسيبش مكان في العجينة أو سطح العجينة إلا لما أحط عليه قرفة، لأن ده أساس الطعم. أوكي. وبعد كده لما أجي ألفها هعمل إيه بالطرف من تحت كده، هبدأ إن أنا أبرمها لقدام كده زي ما انتوا شايفين، وهي لوحدها بعد كده هتمشي معايا، يا دوبك إيديا تساعد مش أكتر، إيديا بس بتساعد مش أكتر. وأبدأ إن أنا أقفل العجينة زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج أي تعب، ولكن هي حاجات بسيطة بتطلع معانا نتيجة مبهرة إن شاء الله بعد كده. وعندي صينية دهنتها بالزبدة، صينية ستانلس، صينية بايركس الموجودة عندك. وهبدأ أقطع السينابون عندي بقطع متساوية على قد ما تقدري، وده منظرها. هبدأ أرصهم في الصينية بشكل عشوائي جنب بعض. تمام. الموضوع بسيط وسهل، مفيهوش أي صعوبة. إن عجبك الفيديو أهم حاجة تعملي لايك وشير. هنا هبدأ أحط السينابون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبه يخمر على الأقل 45 دقيقة. هنا لازم الخطوة دي يا جماعة اوعي تحطيه في الفرن دلوقتي، لازم يخمر الأول عشان يديكي نتيجة الحلوة. هنا خمر وحجمه تضاعف ازاي. هبدأ أدخله الفرن على درجة حرارة 280 لغاية ما يبدأ لونه يحمر ويستوي وريحته تظهر وتبان، وانت هتعرفي طبعا الوضع ده. أول ما يطلع من الفرن بالمنظر ده، شايفين شكله عامل ازاي، هكون مجهزة عندي الصوص السينابون، وهعمل حلقة مخصوصة عنه هو جميع الصوصات، وهبدأ أنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده. احطها وهو سخن عشان يتشرب بيها كلها، واطلع بقى وقت ما اطلع اللي عاوز بقى صوص شوكولاته او صوص كراميل يحط عليها، وبألف هنا وشفا.